الطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون وفي كتاب سيكولوجية الجماهير يقول إنه الجمهور وبغض النظر عن هويته أو المكان الذي يقبع فيه من هذا الكوكب البائس عنده عدة خصائص، ومن هاي الخصائص هو تلاشي الشخصية الواعية وهيمنة الشخصية اللاواعية وتضربه في الأونزة عاطفية ويصير عبارة عن قطيع غير قادر على التفكير. فلما يتجمع عدد معتبر من الناس راح تتكون عندهم روح الجماعة المؤقتة والعواطف العابرة. وهذا الكلام يا خويني المشاهد ينطبق على مشهدين مختلفين شفناهم أثناء بطولة خليجي 25. المشهد الأول هو التدافع المؤسف اللي صار البارحة واللي أدى إلى سقوط جرحى وضحايا. المشهد الثاني هو نسيان المجتمع العراقي لكل مشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصاعد الروح الوطنية وحب الوطن. بذول المشهدين يا صديقي المشاهد الناس نست كل شيء وانساقت مع التفكير الجمعي، سواء كانوا مواطنين عاديين غير متعلمين أو حتى حاصلين على شهادة الدكتوراه. لكن وبما أن البطولة خلصت ومنتخبنا رفع الكاس، فخلونا نحكي ببعض المشاكل اللي جاي نعاني منها بالعراق. وواحدة من هاي المشاكل هو انتشار المحتوى الإيحائي الجنسي الهابط واستغلال الزعاطيط بالسوشيال ميديا. هاي المشكلة صار لي أكثر من شهرين مخبوص بيها، وحتى تعرفون ايش صار وشلون راح تنحل هاي المشكلة خلونا نحط لايك للفيديو وخلنا نسولف. الإنسان الطبيعي بهذا الكوكب التعيس وقبل يوم من عيد ميلاده يقعد يحضر فتح حفلة أو إجازة أو أي طرقعة ثانية حتى يحتفل بمرور سنة على حياته التعيسة. لكن وباعتباري شخص مو طبيعي أبدا، وقبل يوم واحد من عيد ميلادي وتحديدا يوم 27/8/2021 نزلت حلقة باليوتيوب وحكيت بيها شلون نتخلص من المحتوى الهابط. رسالة هذا الفيديو كانت عبارة عن شلون حضرتك كمتابع تقدر تحل هاي المشكلة وما تخلي التافه يطش. هذا دليل على أنه أنا شخصيا عندي مشكلة ويا هالنوع من المحتوى من زمان كلش، لكن المشكلة ما انحلت ولا راح تنحل بهذا الشكل ابدا، واستمر المحتوى التافه بالانتشار. عفت هاي القناة وسويت قناة ثانية وبعدها المشكلة ببالي واريد لها حل، وخاصة بعد ما شفت الوضع صار اسوأ بهواي من قبل وظهرت شخصيات تستغل الزعاطيط جنسيا وبث مباشر، وتأكدت انه الحل مو بيدي ولا راح يكون بالتوعية فقط، انما لازم الدولة تتدخل وتطبق القانون. فسويت فيديو بالموضوع بتاريخ 11/11/2022 ووجهت بيها رسالة للحكومة العراقية مو للمتابعين فقط. وقس وات عزيزي المشاهد، الفيديو جاب مشاهدات عالية وصارت حملة قوية بالسوشيال ميديا حتى نقول للحكومة ترى الوضعية خربانة كلش ولازم تشوفون حل. لكن وللأسف الشديد وبعد يوم واحد فقط بلانا بلغ علي ومسح فيديوهاتي بسبب حقوق النشر، فقررت هذا القرار. إذا تحسبون حذف الفيديو راح يخليني أوقف وأسكت فحضراتكم غلطانين. أنا مستمر بالعمل على إنهاء مهزلتكم هاي واستغلالكم للأطفال، والحل بإذن الله قريب، وهذا الحل يا عزيزي المشاهد جاي أشتغل عليه وبالتعاون مع عدة جهات والأمور طيبة كلش، وما راح أقدر أنطيكم تفاصيل أكثر إلا بعد ما نرتب شوية أمور. قررت استثمر كل الاشخاص اللي اعرفهم حتى اوصل الفيديو بشكل شخصي للمسؤولين بالدولة، وفعلا الفيديو وصل لكل مسؤول بالدولة عنده امكانية ان يشوف حل من حكومة وبرلمان وناشطين سياسيين واعلاميين وحتى منظمات مجتمع مدني. ولكن هنا كانت المفاجأة، الناس اللي كنت اتصور انهم راح يتبنون الفكرة ما تبنوها وكانوا بعث للاحباط، ولو سامع كلامهم ما كان تحقق شيء. اما الناس اللي كنت اتصور انهم ما راح يتفاعلون وياي او يحققون شيء شفتهم متحمسين وتبنوا الفكرة. منو دول الناس ما راح اقول، بس بالايام الجايه راح نسوي حلقات اوضح لكم ايش جاي يصير وش قد احنا مخدوعين بالاعلام والسوشيال ميديا. وبعد هوايه محاولات ومناشدات وكوم الدقلات وهذا الكائن المزعج كل شويه يقول لي ايش صار اجانا الفرج. وزاره الداخليه العراقيه اطلقت منصه بلغ للابلاغ عن المحتوى الهابط. في العراق أصدرت وزارة الداخلية العراقية قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها. أعلنت وزارة الداخلية العراقية عبر حسابها على تويتر عن تشكيل لجنة لمتابعة المحتوى الهابط على السوشيال ميديا وتقديم صناعه للعدالة. هي خطوة بالاتجاه الصحيح، لأنه كما تعلم ويعلم الجميع بأنه بالفترة الأخيرة أصبح هذا المحتوى الغير لائق. ثم نشرت وزارة الداخلية العراقية فيديو عن متابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة. يا جماعة الخير، انتم ما تدرون كمية السعادة والفخر اللي بداخلي. فرحت لأن قدرنا نغير ولو بشي بسيط وتافه كلش، لكن أثره كبير، وافتخرت هواي بالناس اللي تتابعني شقد ناس فاهمة وعندها أمل بالتغيير ولو بأمور تافهة. فشكرا لكم، شكرا لكل شخص سوى مشاركة للفيديو أو علق أو سوى لايك، لأن هاي التفاصيل البسيطة هي اللي تحقق الإنجاز وتوصل صوتنا. شكرا لوزارة الداخلية العراقية على استجابتها، ونتمنى أن يتم استثمار المنصة بالشكل
الصحيح. شكرا لجرجيس وسامر اللي ما قصروا ابدا بنشر ودعم الحملة. شكرا لأحمد الربيعي وعلي المدني وحسين الهاشمي وكل الاشخاص اللي ما اقدر اذكر اسمائهم لاسباب تتعلق بخصوصيتهم. شكرا لكم كلش هواي، لان بدونكم الفيديو كان حيكون حاله حال اي فيديو انتقادي يجيب كم مشاهدة وما يتغير شيء. شكرا لان بكل مرة احتاجكم جاي توقفون وياي وتخلوني اتاكد انه التغيير صعب بس مو مستحيل. شكرا قد ما اني فرحان بيكم. الخلاصة عزيزي المشاهد، منصة تبلغ مجرد بداية. اكذب عليك اذا اقول لك راح تنحل كل المشاكل وسعلوسة راح يقدم محتوى علمي او بلانا راح يسوي فيديوهات عائلية. هاي المنصة مثل ما ذكرت لك هي البداية اللي راح ننطلق منها للأحسن، فلازم نخليها تنجح. ولهذا السبب يا صديقي سويت قناة تليجرام حتى نبلغ بشكل منظم وندعم بيها وزارة الداخلية بعملها ضد هيجي محتوى. رابط قناة التليجرام راح تلقوه بالوصف وأول تعليق، فانضموا ويانا حتى نسوي حملة تبليغات منظمة وندعم الشغل الصح. أما بالأيام والأشهر الجاية فأكو شيء أحسن بهواي، والموضوع راح يصير قانوني. شنو تفاصيل هذا القانون بصراحة ما أقدر أحكي بالعلن، لكن راح أتعاون مع أي شخص أو أي جهة ممكن تساعدني بتشريع هذا القانون من خلال البرلمان، فباب التعاون مفتوح للجميع، بيكم خير وتدللوا. هسه ممكن يجيني شخص يقول ايش جاي تحكي اكتوبر، معقوله راح تتعاون ويا فلان حزب او فلتان جهه؟ يعني مو معقوله. جوابي باختصار ومن الاخير يا اصدقائي، اني قدمت هذا القانون لنواب اعتقد بيهم امل، لكن دقوا لي طابع وغلسوا للاسف الشديد. فاذا ننتظر دول النواب او عدكم منا ال40 سنه ما راح يتغير شيء ولا راح نحقق شيء. وبالنهايه شكرا للجميع مره ثانيه وثالثه وعاشره، واكرر اني مستعد للتعاون مع اي جهه تتبنى قانون يخدم اطفال العراق والمجتمع العراقي. يلا ولي. لا تعال هاي بوسه خشمك.